ربنا قال لي اموت بنتي. مضيفة طيران سابقة وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات، تونسية الجنسية. طبعا تم اتهامها بقتل بنتها في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واعترفت المتهمة بارتكاب جريمة القتل أمام جهات التحقيق، وأنهت حياة ابنتها قائلة: الأوامر الإلهية جات لي كده. وتابعت يوم الجريمة: تشاجرت مع زوجي وكان نايم بره في الريسبشن، لاني طلعته بره الاوضه وقلت له عاوزه هدوء علشان حان وقتي الذهاب الى السماء. وبعدها حدثت مشاده بين كلاميه، واكدت له اني اكدت له بمجرد نومي اني هبقى كويسه. واكملت المتهمه امام جهات التحقيقات: يوم الواقعه كان هناك شرطا لصعودي الى الرفيق الاعلى، وهو ان ياخذ بنتي معايا، ما سيبهاش مع باباها، وكان لازم اضحي بيها في الدنيا في سبيل انها تعيش معايا الدنيا اللي انا رايحاها التانيه. استكملت: لقيت شنطتي في الاوضه فقررت اني اقص الحزام بتاعها ورحت خانقاها بيها. وماتت بشكل هادي جدا، وكان معايا سكينه صغيره جبتها من المطبخ ضربت بيها نفسي في رقبتي، وبعد كده الضربه اغمى عليا وجوزي حاول ينقذني وما فقتش غير وانا في المستشفى. كما ردت قائله: بحكم عملي في العلاج الروحاني بيكون عندي تجليات والهام، وربنا هو اللي امرني وقال لي خلصي عليها. كما ردت قائله: انا شفت سيدنا موسى وعيسى وقالوا لي انت السيده مريم، وطلبوا مني ان اصعد معاهم الى السماء، وكان شرطي لصعودي الى السماء ان اخد بنتي معايا، ما سيبهاش مع باباها، كان لازم اضحي بيها في الدنيا علشان تعيش معايا الحياه التانيه اللي انا رايحاها. وطبعا بعض المواقع كتبت وقالت: الجريمه اللي حصلت ده تقليدا لمسلسل المداح. يعني انتوا سبتوا كل المسلسلات وكل الجرائم اللي بتحض على الفسق وعلى القتل، ومسكتوا في مسلسل المداح اللي بيقدم واقع حاصل، ولما جسدوا شخصيه الست اللي قتلت بنتها وطبختها، دي كانت جريمه حصلت بالفعل من قبل اذاعه الجزء الرابع المسلسل ده، وتم اضافته علشان يوضحوا ان ممكن يكون اللي حصل ده للست دي بسبب السحر والجن والشياطين. وطبعا عايزه الفت انتباهكم لحاجه: ان الست قالت ان هي بتشتغل في علم الروحانيات، يعني بتحضر جن وشياطين، وهي مش مدركه خطوره اللي بيحصل ده. للاسف ممكن تحت تاثير الجن والشياطين تاذي نفسها وتاذي اي شخص. بلاش يا جماعه ندخل في السكه دي، صدقوني والله العظيم، خدوا بالكم كويس قوي، وبلاش تقولوا ده انا هقرا عن العالم الاخر وهشتغل في الروحانيات، كله دجل وشعوذه. انتوا بتاذوا نفسكم قبل ما بتاذوا غيركم. بلاش نروح للسكه دي نهائي برجلينا. والناس اللي بتتكلم وتجيب سيره الجن وكل ده، صدقوني والله العظيم، بمجرد ان انتوا تذكروهم هتتاذوا، لان انتوا مش هتجيبوا سيرتهم، هم هيسيبوكوا في حالكم. انا عايزه اقول لكم من فتره، يعني من حوالي اسبوعين، انا طلعت واتكلمت وحكيت حكايتي وقلت لكم انا حكايتي شبيهه لمسلسل المداح، وطلعت واتكلمت معاكم وقلت لكم الحكايه والتفاصيل كلها وكل تفصيله حصلت في حياتي ومغامراتي مع الجن. بقالي قعدت 17 سنه لحد ما الحمد لله ربنا عافاني وبقيت كويسه. بس عايزه اقول لكم بمجرد ان انا ذكرت كل التفاصيل اللي حصلت لي، وبمجرد ان انا قلت كل اللي حصل لي، عايزه اقول لكم انا من ساعتها وانا تعبانه. يعني عارفين يعني ايه تعبانه جسديا ونفسيا، رغم ان الحمد لله يعني بحاول بقدر الامكان ان انا افضل ملتزمه على قراءتي وصلاتي علشان خاطر ان انا ما ادخلش في سكك اذى وان انا اتاذي اكتر من كده. ولكن الحمد لله، فعايزه اقول لكم ان الانسان المؤمن اللي موحد لله وبيقرا قران وبيتبع سنه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام، عمره ما هيأذيه اي شيطان او جن او انس. عايزه اقول لكم يعني انتوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول للشيء يكون فيكون، فلو انتوا ربنا عايز ان انتوا تتأذوا هتتأذوا، لكن ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه لحد، ربنا بيبتلينا علشان بيحبنا. فلو انتوا مش عارفين شخص كويس معالج روحاني، يبقى بلاش ان انتوا معالج روحاني بمعنى ان هو يعالج بالقران الكريم. مفيش علاج على وجه الارض غير بالقران الكريم والرقيه الشرعيه. لو انتم مش عارفين شيخ جليل يقرا عليكم رقيه شرعيه ويعالجكم صح، يبقى بلاش تروحوا لاي حد. اي حد يطلب منك تاني هنبه، ونبهت كذا مره وهنبه تاني، اي حد يطلب منك اسمك واسم امك ده دجال، اي حد اسم يقول لك قطرك ده دجال، سوره دجال، اي حاجه بعيده عن القران الكريم فده دجل، واي حد يتقاضى اجر مقابل ان هو بيعالج فده تجاره بالدين. فانتوا ربنا يسترها معانا جميعا ويحفظنا من شر شياطين الانس والجن، ونسال الله العافيه.